ورجعنا لكم تاني مرة تانية مشاهدينا، ولسه معاكم في لايف كلينيك، ولسه معاكم إمام مختار. ودايما تليفوناتكم واستفساراتكم هتكون على 1480. 1480 ده رقم التليفون. نرحب بقى بضيفنا والفقرة التانية اللي معانا كابتن محمد معروف، مدرب كمال أجسام والأول على العالم في الريست. الريست دي اللي هي إيه؟ اولا هي برحب بحضرتك يا استاذ زمان وقصه البرنامج كلها. أهلا بيك. هي ما اسمهاش كمال اجسام، اسمها بادي بيلدينج. بادي بيلدينج، بس انا لو قلت بادي بيلدينج هيقولوا عليا المذيعه بتتنك. بناء الاجسام. معلش بناء الاجسام يبقى نسميها بقى بناء الاجسام، بس احنا معروفه عندنا من زمان، من ساعه ما طلعت يقول لك ده كمال الاجسام. بالظبط كده. معلش يعني احنا بنقول كل الحاجات وكل اللغات، بس انا لو طلعت الصبح قلت بادي بيلدينج يا سلام. لا انا ما بتكلمش على كده، انا بتكلم على بناء الاجسام. في فرق بين كمال اجسام وبناء الاجسام. بناء الاجسام قوه عضليه، شكل جمالي. بالنسبه لكمال اجسام، الكمال لله وحده طبعا، احنا عارفين الايه الكلام ده. بالنسبه بقى لمصارعه الذراعين، اسمها مصارعه الذراعين مش ريست. هي اسمها مصارعه الذراعين. يمكن بس احنا معروف عندنا برضو كده من ساعات حسني، من ساعات حسني وحسين فهمي في الاول على العالم سنه كام؟ 2009. 2009 وبستعد شهر 10 ان شاء الله بطوله البرازيل. بطولة البرازيل العالم برضه. ربنا يوفقك. بس قولي كل اللي يعني انا تخيلت مثلا داخل عليا الكابتن محمد، يعني حد عضلات وبتاع وحد جامد، بعد كده يعني انتوا بتدخلوا بنفس الوزن يعني لا، هو كل واحد عندنا في مصارعة الذراعين في وزنه، في كمال اجسام في وزنه. انا اعتذرت كمال اجسام 2008. بناء الاجسام بقى يا كابتن. بناء الاجسام ما احنا خدنا بقى على الشكل. بناء الاجسام بقى احنا خدنا يعني ما دام اللفظ صحيح بدعود عليه. احنا خدنا عليها، احنا عشان احنا مصريين او شرقيين شويه بناخد على الايه الاساليب. في سنه 98 لعبت مع مثل الاعلى المعجزه كابتن انور العماوي في بناء الاجسام. احتفظت بعد كده بكمال اجسام بالتجارب اللي انا وقفت جنب مثل الاعلى في كمال اجسام. بعد كده فرغت نفسي للتدريب في الانديه وفي الجيمات، وبعد كده توجهت للاتحاد المصري لمصارعه الذراعين. بدات بقى. انا شايفه جايب معاك مازوره. دي مازوره. نعمل بيها دي مازوره عشان برضه اوضح حاجه للساده المشاهدين. اي حد بيخش جيم او اي حد بيروح مركز رياضي لازم يشوف المدرب يكون معاه مازوره زي كده، بحيث اللي هو يقيس الماسز بتاعه، يعني العضلات بتاعته. يعني مثلا ايه، لازم يكون يقيس عضلات الشيست، البنج، الصدر يعني. الصدر. احنا قاعدين بنترجم النهارده. وعضلات الكتف. مش لا شولدرز بقى يعني كملها انا هترجم ما تقلقش. وطبعا عضلات الظهر وعضلات التويست ده لما معلش خلينا كده مبدئيا، لما اي شاب او فتاه حابين يروحوا الجيم يبتدوا، ولا هم اللي رايح يعمل عضلات بس؟ لا، اللي رايح يعمل عضلات، واللي رايح كمان يعمل يظبط جسمه، تخسيس. تخسيس. يعني بره لازم يقيس طبعا، لازم يكون المدرب مع المازوره دي وياخد. ايه فايده القياس؟ القياس عشان بحيث اللي نفس اللاعب او اي حد رايح على الجيم يشوف النتيجه بعد شهر 2 3 ويلاحظ النتيجه من المدرب. طيب خلينا الاول يعني حضرتك طبعا بطل عالمي وخدت يعني جايزه عالميه، وده حاجه طبعا نفخر بيها كلنا كمصريين، وانا مبسوطه ان انت معانا النهارده. ربنا يخليك، انا فخور قوي اللي في البرنامج بتاعكم الجميل قوي ده والله. ربنا يخليك. ده شرف لينا طبعا. لكن يعني انا عايزاك تبقى مثل اعلى لكل الشباب اللي بيتفرجوا علينا. عايزاك تبقى نموذج، مش عيب ان احنا الله ده بص، يعني انا بقول لك اهو، يعني نحيف وضعيف من وجهه نظري انا. 52 كيلو 52 وكنت كمال اجسام يعني 65. متخيلين يعني يمكن بعض الساده المشاهدين دلوقتي اللي هيشوفنا عارف كابتن انور العماوي المعجزه، طبعا معجزه القرن في كمال اجسام. يعني وقفت جنبه طبعا ما غلبتوش. لا انا عشان برضه لو حد لما بيشوفوك حتى ضعيف وكده نحيل، يعني مش بقى قصد دايما احنا عندنا وجهه النظر او الصوره كمال اجسام يعني حد عريض جدا وعنده عضلات رهيبه. لكن خلونا يعني اهو كابتن محمد معانا، تعالوا نبتدي نفكر مع بعض، نبتدي ازاي نحسن حياتنا، نبتدي ازاي تبقى اهميه الرياضه في حياتنا زي الميه والهواء زي ما قلت في بدايه البرنامج. نحب الرياضه ازاي يا كابتن محمد؟
اصل الرياضه حاجه جميله بس بصراحه متعبه. الواحد لما بيروح الجيم يوم بيقعد يعني تعبان 3 4 ايام. اولا الفقره اللي كانت قبل فقره الرياضه دي كانت عن التخاطب. ده اللي انا عارف. الفقره اللي قبل بالظبط حضرتك على طول. معظم في الجيم معظم في ناس بيبقى عندهم تخاطب او النطق بتاعهم بسيط جدا. بيجوا لي في خلال 3 4 اشهر بيبداوا ينطقوا كلام كويس جدا. اذا الرياضه بتاثر كمان في اكيد في تعديل كمان اللغه، في بناء الاجسام. بناء الاجسام، اي حد بيبقى عنده مشكله، اي حد عنده مشاغل من متاعب الحياه، بيفكر في اي حاجه بيخش الجيم، اول لما بيخلص التمرين بينسى المشاكل دي كلها، بيطلع انسان فريش. يعني دي نصيحه نحب للساده ازاي المشاهدين. الرياضه؟ يعني ندخل الجيم ازاي ونخرج مش تعبانين؟ يعني هل مثلا احنا بنتدرب غلط؟ هل مثلا القائمين او الترينرز اللي بيبقوا جوه صالات الجيم، المدربين، هل بيدربونا غلط؟ ما عندهمش الثقافه الكافيه ان مثلا انا جسمي ادرب ازاي، حضرتك جسمك ازاي تتدرب؟ يعني كله زي بعض. معظم عندنا هنا في مصر يعني في ناس خارجين اكاديميه، انا واحد منهم وبتشرف من الناس دي، خارجين اكاديميه الدوليه للثقافه الرياضيه اللي هي فيها دراسه كامله لكمال الاجسام. بندرس فيها علم نفس، بندرس فيها اجتماع علاقات عامة، بندرس فيها ده كل المواد دي في الرياضة؟ في الأكاديمية الدولية بالظبط كده، بحيث ان المشترك أو الشخص اللي داخل الجيم نتكلم معاه نعرف طبيعه عمله ايه بالظبط. طبعا دي بتفيدنا في التفوق النجاح، او لان اللاعب كل مهنه ليها مثلا يعني تدريبها معين. اكيد. مثلا طب انا مذيعه دلوقتي ورحت الجيم، هتدربني ازاي؟ هندرب حضرتك الاسبوع كله. يعني مش فاهمه. طيب محاسب، دكتور؟ طبعا بتختلف. لا بتختلف في بص يا كابتن محمد، انا بروح الجيم بجد، ادخل اول يوم ابقى عندي حماس شديد جدا، تاني يوم يعني الاسبوع نايمه في البيت لان رجليا مش قادره احركها وقدامي مش قادره احركها، لان الحماس زياده عن اللزوم عند حضرتك في اول مره. انا دلوقتي طب ما هو المفروض المدرب اللي بيعمل كنترول على الحماس ده ويوجهه بشكل سليم. بس بعض الاوقات المشترك او الشخص اللي رايح الجيم عاوز يتدرب زياده، ما يعرفش اللي بيبقى فيه تحمل جامد او تحمل شديد على الماسلز او العضلات، بيبقى ده تأثيره جامد جدا، ده بيأثر معاه في كل حاجة. طب يعني المفروض بيبقى بتاخد الوزن وبيتقاس قياس الجسم والعضلات، وعلى هذا الاساس بيبتدي نتمرن. بنبدا يعني نتمرن، لازم حتى اللي رايح الجيم يبقى فاهم ان انت ما تروحش تلعب على كل اللعب كده مره واحده وتهلك نفسك في اول يوم، دي بتبقى مشكله. اكيد. طب ايه النصيحه برضو اللي توجهها لاي شاب رايح الجيم؟ يعني يعمل ايه وما يعملش ايه؟ يحب الرياضه ازاي؟ يعرف ان الرياضه ممارسه وليس مشاهده. يعني في ناس تحب مثلا تشوف مثلا ايه ابطال مثلا عالم في بناء الاجسام، يروحوا مثلا يتفرجوا عليهم داخل الجيم، يحبوا يتفرجوا عليهم كمشاهده. لا، احنا عاوزينكم تبقوا تتمرنوا، يبقى في محافظه بالنسبه لبناء الاجسام، شكل جمالي. يعني معظم ابطال العالم المحترفين بيلعبوا بالي. بناء الاجسام. في ناس تفتكر بناء الاجسام اللي هو شكل العضلات الغريب قوي، اللي هو اللي احنا كنا بنشوفه في السينما. لا 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 لا، الكلام ده كل ده لا، كمال الاجسام يعني تناسق، ما فيش فات، ما فيش دهون على الماسلز او والعضلات. طب بنشوف برضو بعض الشباب دلوقتي بيعملوا مثلا بادي بيلدينج بطريقه غريبه جدا، تلاقي الشولدرز عاليين قوي وعضلات زياده قوي وجسمه نازل على ما فيش. طب ده شكله ايه؟ هنا بقى ما هو هنا بقى في ناس اللي هو البادي جارد ده بيحاول مثلا بيركز على حاجه. ولا لا شكل طبعا، لا 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 طبعا، لا 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 لا, لا طبعا. بالنسبه للشكل ده في فرق بين بطل وفي فرق بين واحد بيعمل عضلات لهدف معين، منظر خارجي بس كده. منظر خارجي. لا 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 في فرق جامد جدا أيوة جدا. بس دي بتبقى ايه يعني؟ عضلات بس؟ دي بيبقى نسبه فيها ملفات.
فات. يعني حضرتك لو شفتي كابتن انور العماوي المعجزه اللي انا كنت بتكلم عنه، شكل عضلي جميل جدا، بيطلع على المسرح بيبقى شكل عضلي ما فيش فات، والمعده يعني عضلات حاجة جميله عالمية. جدا. حضرتك لو شفتيه نفس جسمي كده في التيشيرت او في القميص بس وما يبانش دي عليه كمان حاجه. سواء برضو يعني مش شرط نعمل عضلات كتيره قوي عشان نبقى بطل بالظبط. وكده. يعني في حتى برضو في شفنا كنا الفنان محمد فؤاد في فيلم، طبعا مش هذكر اسم الفيلم ولا هذكر، مع كابتن شحات مبروك في فيلم. كنا شايفين الفنان محمد فؤاد مليان عن شحات مبروك. طبعا في فرق بين شحات مبروك طبعا. لا في اصل البادي يعني بيلدينج. طبعا مع احترامي انا محمد بحب فؤاد اصله استاذ فنان، محمد هو فنان. لا يعني مجهود مش طبعا، وهو مطالب. بيمارس كوره يعني، اللي انا عارفه كره مع ان قدم. المفروض الفنان اللي هو رايح يعمل دور معين، سواء مصارع سواء اي حاجه فيها رياضه، بس لازم في لازم فرق يا استاذه يتاهل ايمان، بس ان هو في فرق للدور يعني. بين ده اكيد، بس في فرق بين بطل عالم طبعا. وفي يعني فرق بين حضرتك فنان. عايز يعني الفنان اصل الفنان احاسيسه بيدرس. مرهفه، ما بيلعبش رياضه زي يكون حد متخصص بطل في الرياضه بيتدرب كل يوم طبعا وكل ساعه. طبعا. طيب خلينا برضو ارجع لنقطه مهمه جدا. نقطه الشباب دلوقتي بياخدوا باودرز كده، حاجات بيشتروها من الصيدليه. مكمل غذائي. مكمل غذائي. نعم. معايا تليفون مدام ايمان. ايمان قلت نعم، رديت قلت نعم. لا، معانا ايمان على التليفون. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا بعد امي؟ اذنك انا عايزه اسال كابتن. طيب بتكلمينا الاول منين؟ من فيصل. من فيصل. طب ممكن بس استاذنك يا ايمان توطي لنا صوت التلفزيون خالص، تسمعينا بس من التليفون. طب بعد اذنك انا عايزه اسال الكابتن عن طريقه التغذيه السليمه. انا عندي ولدين وعايزه اوديهم الجيم، بس عايزه تغذيه سليمه علشان الجيم يبقى مجدي يعني. طيب بس انا لسه حالا كنت بتكلم في نقطه اللي هو الباودر اللي بياخدوه، يعني الشباب. لا انا مش بتكلم عن الباودر، انا بتكلم عن تغذيه اكل صحي. انا فاهمه حضرتك، بس برضو ده يعني نصيحه اكيد هيقولها، لان الشباب بيبقوا متخيلين اول ما بيروحوا الجيم بيجيبوه بيفضل يعمل لهم عضلات وكده، فبرضو يعني المعلومات دي مهمه، اسمعيها معانا. وهجاوب حضرتك يا استاذه ايمان، هجاوب حضرتك برضه. هل في تغذيه اثناء الجيم مثلا سليمه؟ هو طبعا اكيد نبعد عن الحاجات اللي فيها بالنسبه طبعا حسب بس كنت عايزه اولاد اعرف استاذه ايمان. اعمارهم. وغير كده كمان كنت عاوز اعرف ان هم عندهم نسبه نحافه او نسبه فات. هم عامه لو عندهم نسبه نحافه يكتروا طبعا بعد شهر رمضان ان شاء الله، يكتروا 5 6 وجبات، وجبات قليله جدا. يكتروا لو عندهم نسبه نحافه يكتروا من البروتين، من الكربوهيدرات. لو عندهم نسبه فات يقللوا من الحاجات دي، يركزوا على البروتين، يركزوا على الفواكه. بس ده التغذيه السليمه. يعني بالنسبه وجبات بقى خفيفه. طب لو حد مثلا عنده نسبه سمنه، سواء سيده او رجل، ورايحين يلعبوا في الجيم عشان يخسوا، يعملوا ايه؟ طبعا هيبقى في اسلوب طبعا مختلف جدا. هيركزوا على انواع اكل معين، يعني بالنسبه للتونه، للسلطات، للفواكه، الحاجات دي كلها. طبعا هيبقى تمرينهم على الماشين لمده شهر تقريبا او شهر ونص. بعد ماشين كده اكتر مفيده، التريد ميل ولا العجله ولا التريد ميل طبعا. ده قبل كل حاجه اللي هو الورم اب، اللي هو التسخينه. طب هو الصح بتاع الجهاز ده ايه؟ يعني دايما يقول لك لا ده اول ساعه الا ربع بس فتنس، ومن اول بعد الساعه الا ربع يبتدي يخس. هو على حسب في بدايه الكلام مع حضرتك يا استاذه ايمان، انا قلت بتقف من شخص لشخص تاني. انا المدرب يعني، انا حتى مسكت السنه اللي فاتت اشراف عام على الانديه الخاصه او على الجيمات في الجمهوريه. طبعا كنت بخش الانديه او الصالات الخاصه، كنت بشوف المدرب او بعض المدربين كاتبين جدول على جنب المكتب جنبهم. لا طبعا احمد غير محمد غير طبعا كل واحد بالظبط. المحامي غير سواق التاكسي، غير الدكتور، غير الفنان، غير اي حد. كل جسمه ليه طريقته.
طيب نرجع بقى للباودر، لان انا يمكن عشان كده بقول لمدام ايمان هي مشكله الشباب لسه بيبقوا طالعين ويتفرجوا على النجوم في التلفزيون وفي السينما واللي طبعا عامل هو عضلات. الفريز ويروح الجيم ذات وسيلفستر. نفسه، يدخل الجيم يلاقي الناس تقول له لا لا روح اشتري الباودر ده واحرقه في الجيم وتعمل عضلات. فيعني ده في هوس عند الشباب. أكيد. بس اللي اعرفه ان ليه اضرار، ليه سايد افكتس خطيره جدا. لا لا نعرف بقى. لا، هو اي اصل هو لازم مكمل. يتحرق صح؟ يعني هو لازم ياخده ويلعب مباشره بعديها. ده اكيد. طب ما ممكن يعني ما اقول لنا لا الصح اصل بتاعه حضرتك ايه؟ الاضرار بتاعته اي مكمل غذائي او اي حمض اميني ملوش اعراض جانبيه. الاعراض الجانبيه اللي بتيجي للشخص اللي بتناول السوستيرون اللي هي الهرمونات اللي هي الحقن والحاجات دي، لكن اي مكمل غذائي او اي حمض اميني ملوش اعراض جانبيه. لكن لازم يكون في مواظبه على التمرين المستمر مع مدرب يكون فاهم الحاجات دي بتتاخد ازاي. طب ما ده اللي انا اقصده. بدليل اللي وزاره الصحه مصرحه بيه، يعني طب هي الاحماض بتتاخد ازاي؟ الامونيه الصح بتاعها ايه؟ الصح طب ما بتاعها قلتليش برضه. بتقف من شخص لشخص تاني. يعني بالنسبه للامينو اسيد ده بالنسبه ده كويس جدا للناس اللي عندهم نسبه فات عاليه. البودر انا مش هقول اسامي طبعا. البودرات جميعا كلها كويسه جدا للناس اللي عندهم نسبه نحافه. نسبه نحافه تدخنهم. بالنسبه بقى للامينوهات حاجات كتير انا مش عاوز اذكر اسامي طبعا عشان ايه ما تبقاش دعايه في. طيب سؤال اخير بقى، يعني نحب الرياضه ازاي؟ الرياضه نعتبرها اللي هي رياضه من اجل غد افضل. دلوقتي الشعوب كلها بتقع جنب بعض، بتشوف بعض من خلال الرياضه. يعني انا في بطوله العالم 2009 معلش انا هتكلم عني، انا اجبرت حوالي 80 دوله اللي هم يسمعوا السلام الوطني او طبعا. السلام اجبرتهم طبعا. ليه؟ لاني عامل مركز اول على مركز اول، فلازم السلام الوطني لمصر هو اللي يطلع الاول. معظم بقى الناس تحب الرياضه ازاي؟ الرياضه اللي هم هيخشوا مره 2 3 داخل الجيم هيحسوا براحه كويسه جدا جدا. لو عندهم اي مشكله، يعني اي حد مثلا عنده مشكله، اي حد نطقه تقيل في الكلام بيتكلم مع المدرب بياخد تمام. كابتن محمد معروف مدرب كمال اجسام، مدرب بناء الاجسام. شكرا ليك. واول بطل على العالم واخد مركز اول في رياضه الذراعين اللي احنا عارفين ان هي الريست. شكرا ليك وكل سنه وانت طيب ونورتنا النهارده في لايف كلينيك. مشاهدينا يا رب تكونوا استفدتوا معانا بمعلوماتنا اللي قدمناها النهارده. وزي ما قال الكابتن محمد مش بس التخاطب، ده التخاطب كمان العلاج بالرياضه، الاكتئاب علاجه بالرياضه، الحاله النفسيه، كل المشاكل اللي بنواجهها النفسيه والعضويه علاجها بالرياضه. تعالوا نحب الرياضه، ودايما زي ما بنقول العقل السليم في الجسم السليم، ودايما معانا اجسام سليمه وصحيه دايما في لايف كلينيك. اشوفكم بكره ان شاء الله الساعه من 2 ل 3 دايما على 9 لايف.